أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج ضواحي ساه. كان عندنا في الفطار حقنا، في الفطار حقهم ما يلقون أشياء يضرب ولا من أكل فيها واحد صحيح، يبقى صحيح واحد من لها إلا ما هو يقولون لا ما هو هرثي بندق، لا إله إلا الله، ما هو هرثي يقولون بوفتيل، يقولون بوفتيل على الفتيلة حقك. أيوة بارك الله فيك. بس عمل فوق البيت حقه. المؤذن في المسجد لا أذن قال الله أكبر، المعلم هذا في المسجد الإفطار ضرب بنادق 3 4 بنادق، عرفوا الناس إنه إفطار، فطرة الناس إلا في وقت هذا وقت الفطار ذا، فطروا الناس بس بالطريقة هذه. أقول لك بعد هذا البنادق، بعد البندق هذا معاشي معايا أبو يعلى، راحت الدولة الكثيرية في أيام الدولة الكثيرية، جابت إيش هو، جابت في المركز هذا تليفون سيم حقهم، المهم جابوا ماكينة كذا وطرحوها هنا في المركز. بس خلاص معاشي ما أحد يعني يروح يسوون، ما حد يروحون، بس واحد هذا على البرقية، برقية على البرقية بس. صاحب البرقية هذا يتسمى، إذا خبروا هناك يسوون يخبرون يقولون شو عيد، قاموا أهل المركز ضربوا بنادقهم، يعني يتقهوون يروحون عند بعضهم البعض زيارة عوالها هذه، بس يعودون. بعدين في تفطير، تحس كل قبيلة كل جماعة معهم أهلهم وأصحابهم يقولون الليلة تفطير عندنا، في تفطير هذه يفطرون هنا، يروحوا يتعشون لو عند الديار حقهم هنا يفطرون الجماعة يفطرون، وبالطريقة هذه. لما الوقت الفلاح حقهم، الفلاح في واحد يدور منهم 3 معهم طبول يدورون في المنطقة، يجيبونهم من فوق من الشق إلى الشق، يقولون يلا فلاح يا جماعة فلاح، يتنبهون ايش. قامت الناس يعرفون هذا الفلاح، يقولون فلاحهم يفطرون ويتفلحون الناس هناك ويسمرون بعد. يقولون عندنا أيام الفطار هذه، أيام في الليل هذا حق الناس. بعدين كما ما قلت لك يتبادلون يقول لك التفطيرات عند كل قبيلة معها تحصلها معها، يا بتاع عائلتهم يا أبو ذئب، تحصل الناس كما عندنا هنا. عندي مثلا عندي تفطير تحصل جماعة أصحابنا هنا مرتعشين وعيالهم مرتعشون، كل حافة تحصلها بالطريقة هذه. هذا بالنسبة للتفطير، يعني يفطرون الناس. هناك في المسجد خلها حق المسجد ذاك فطار ثاني يخرجون صدقة، يقعدون في المسجد هناك كل واحد يعني بعد كل واحد يجيب له بريقة والتمر حقه، لأنه ما المسجد وفي المسجد هنا، وتحصل جميع الناس كلها مع بعض. والسرقة قلها تجي تمر خاص اللي من محل ما عنده شيء ولا ما عليه، التفطير في المسجد شباب لما يفطرون في المسجد، وبطريقة هذه عارف تقول مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. معك الآن من برنامج ضواحي ساه، ولدينا سؤال لحلقة اليوم عليه جائزة. الأخ الكريم صالح محمد عمر الجابر. السؤال يقول: من الذي لقب بغسيل الملائكة؟ من الذي لقب بغسيل الملائكة؟ بغسيل الملائكة. بغسيل الملائكة من الصحابة، والله الصحابة جاوب بقدر معرفتك. عمر بن الخطاب. للأسف إجابة خاطئة. شكرا على المشاركة. شكرا. الاسم الكريم؟ أحمد سالم محمد بافضل. السؤال يقول: من الذي لقب بغسيل الملائكة؟
والله ما اعرفش. مثلا ما اعرفش. شكرا الاخ احمد على المشاركه. شكرا. يلا. الاسم الكريم. اسمه سعيد سالم بن وبر. السؤال يقول: من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ غسيل الملائكة. من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ والله ما بعرف اللي يلقب بغسيل الملائكة ده. أول مرة نسمع غسيل الملائكة. غسيل الملائكة. أيوة. ماشي غسيل الملائكة. من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ أولا الاسم الكريم. غازي كرامة عوض بامون. السؤال يقول: من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ غسيل الملائكة يعني أصحابي هو. يعني إذا كان صحابي أنت إجابة يعني اللي أنت تعرف عنه. ما نعرف. شكرا للمشاركة. من برنامج ضواحي سال لدينا أحد المشاركين. أولا نتعرف على الأسماء الكريمة. اسم الكريم. انا اسمي عبود محمد سالم دعكك. الاسم أيضا. سعيد سالم بغوزة. عمر سالم بن ساهل باوزير. لدينا سؤال موجه للكل يعني. نعم. والسؤال يقول وعليه جائزة طبعا في حالة الجواب. ايوه. من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. من اللي يلقب غسيل الملائكة. بغسيل الملائكة؟ أيوه. من هو الصحابي هذا؟ طبعا هو صحابي جليل. صحابي جديد. انا بالحقيقة ما اقدر اقول لك بالضبط فلان من فلان، لكن ممكن تصير غلطة. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا جماعة السؤال هذا ما هو مشكلة، سؤال بسيط هذا. سؤال علمي هذا. لا علمي. طيب ما يخاف، نحن خلقنا أميين. لا حول ولا قوة. قرب. سيدنا عمر بن الخطاب. لا. عندك معلومة؟ ما هي المعلومات؟ ايش المعلومات؟ عن السؤال: من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ ايه؟ من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ الله اعلم. الله أعلم. شكرا على المشاركة يا أخوان. والله شكرا. ما نقدر نعطيك يعني لا نقرا ولا نكتب ولا شيء. نتعرف على الاسم الكريم. محمد بن عمر بن قحيج. ابو خليل. ابو خليل حياك. اولا لدينا سؤال وعليه جائزه من برنامج ضواحي سال. السؤال يقول: من الذي يلقب بغسيل الملائكه؟ غسيل الملائكة. شخص يلقب بغسيل الملائكه، من هو؟ لا اله الا الله. يكون عثمان بن عفان رضي الله عنه. قربت شوي. غسيل الملائكة أبو بكر. للأسف إجابة خاطئة. شكرا على المشاركة يا عم. جزاك الله خير. الحمد لله. قبل الله. أولا نتعرف على الاسم الكريم. ركع بن مسعود. السؤال يقول: من الذي يلقب بغسيل الملائكة؟ حنظلة ما لسه كذا للبداية بس معنا. حنظلة نعرف الإجابة صحيحة، بس لو تكمل الاسم شوية. هذا الاسم الكامل ما نعرفه بالضبط تحديد. الإجابة صحيحة. حنظلة بن أبي عامر الذي خرج يجاهد في ليلة زواجه وهو نجس، استشهد ثم غسلته الملائكة. شكرا. حصلت على جائزة مقدمة من محلات بالمجلي. شكرا. أيضا مشاركة من بعض الأطفال في منطقة الصرة. نتعرف على الأسماء الكريمة. اسمك؟ أمجاد. من؟ أمجاد. لينا. ماريا. ما هي الأنشودة التي تودين المشاركة بها؟ اسمها ايش؟ صلاتي يا صلاتي محبتك حياتي، أطيع اللي خلقني وتسعد لي صلاتي. صلاتي يا صلاتي محبتك حياتي، أطيع اللي خلقني وتسعد لي صلاتي.
واستقبل واشكر الله على نعمتي فصلي واستقبل واشكر الله على نعمتي فصلي يا خيري يا صلاتي صلاتي يا صلاتي محبتك حياتي أطيع اللي خلقني وتسهل لي صلاتي واستقبل واشكر الله على نعمتي فصلي واستقبل واشكر الله على نعمتي فصلي يا خيري يا صلاتي صلاتي يا صلاتي محبتك حياتي أطيع اللي خلقني وتسهل لي صلاتي. شكرا للأطفال، شكرا. حصلتم على جائزة مقدمة من برنامج ضواحي ساعة، تفضل. ناصر فري سالمين اليوميني. تفضل، أو ألقى ما لديك من المشاركة. قصيدة. قل يا رجال الزمن والهوك وسط العضيدة والسعولي وخلونا نحص المجالي لا لحقت الوسع بحكم فصولي القصيدة يوم جاتني نمعي عشقة وفلفسة في القصيدة. سلام مني على الجمع هذا اللي عليه النور، سلام له أول وثاني. قل للمعلم سمح سواس الدور قبل ما تلقي عليها دور ثاني. وسيفي من جفيرة رجع مخجور من حاسد وشاني، وانا مريض ما حد ينشد علي ودواي عند الصيدلاني. إذن مشاهدينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج ضواحي ساعة، على أمل أن نلتقي وإياكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة.